أنا محمد أحمد السيد، مشهور بمحمد جزيرة، عضو فرقة الثقافة، فرقة الحرية للفنون الشعبية تابعة للهيئة العامة لأصول الثقافة. النهاردة جاي عشان أتكلم على موضوع التنورة. هنتكلم بقى إن هي بدأت منين ووصلت لمصر إزاي وبقت بالشكل إزاي. أول ما بدأت في تركيا بالشكل الصوفي مع أستاذ جلال الدين الرومي. بدأت طبعا بالشكل ده اللي هو كان شكل روحاني، كان الإنسان بيعتقد فيها إن هو بيذهب للسماء والجسم بيبقى صافي. كانت طبعا أول ما بدأت على اعتماد إن هي بتدعو للسلام. طبعا لغاية ما وصلت عندنا مصر بقت بالمنظر الجميل ده. طبعا مصر استقبلتها، خلتها الموضوع استعراضي وبقت من التراث الشعبي. بقينا بنستقبلها دلوقتي كتراث شعبي، بنستضيف فيها الأجانب، معمولة كمان لتنشيط السياحة. بقت موجودة الحمد لله في كل مكان، في الأفراح، في أي مناسبات جميلة بتكون موجودة. واجمل مناسبه طبعا احنا بنحب نشتغل فيها قوي المولد النبوي الجميل، طبعا عشان بنحس ان هو شغل صوفي جميل برضو وروحاني، وكلنا طبعا احنا بنحب اللي احنا بنعمله ده. موضوع الدوخه ده بيجي طبعا بالتدريب، لان احنا الاول بقينا على موضوع الاستعراضي. زمان كانوا بيقولوا طبعا ما كان صعب موضوع اللف ده، فكانوا بيحطوا رجليهم وكانوا بيثبتوها بمسامير. زمان كان بيثبت مسمار بحيث ان هو يفضل بيلف في دايره واحده. بس دلوقتي طبعا الموضوع اختلف عندنا، الموضوع اختلف، بقى الموضوع عندنا تدريب دلوقتي الحمد لله. بنقدر ندرب اطفال كتير وشباب، والموضوع بقى مختلف. طبعا مش بتيجي في يوم وليله، لا بتيجي في ايام وشهور وممكن توصل معاك لسنه. بس طبعا كل ده على حسب الإرادة اللي موجودة جوه كل واحد يعني. إحساسك إيه وأنت بتلف بالتنور؟ لا، موضوع الإحساس ده بقى بيبقى مختلف تماما، لأن أنا بحب اللي أنا بعمله، فطبعا كل واحد بيبقى حاسس بإحساس مختلف. أنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى جميل أوي، أنا بحب أتبسط وأنا بشتغلها، لأن طول ما أنا مبسوط وأنا بشتغل وأنا بعملها طبعا كل المتلقي اللي قاعد بيتفرج عليا بيبقى مبسوط جدا، وبيبقى شايف الموضوع برضه إيه، بيبقى واصل له الحالة اللي أنا واصل لها، فبالتالي بيطبع عليه نفس الإحساس اللي أنا حاسه. أنا بالنسبة لي المناسبة الجميلة جدا اللي أنا ببقى فرحان وأنا شغال فيها اللي هو المولد النبوي. بنبقى طبعا مناسبة جميلة جدا لكل مسلم وكل مسلمة. طبعا احنا بنحب ان احنا نكونوا مشاركين بحاجة فيها سنة بهجة في الموضوع ده. في تطور تاني هيطرأ على التنورة؟ بتفكروا في تطور جديد يعني؟ والله طبعا احنا دايما دلوقتي عايشين كلنا في تقدم، يعني الموضوع بيتطور واحدة واحدة. طبعا أول ما بدأت ما كانش بالشكل ده، كان موضوع خفيف خالص. دخلنا فيها الضفوف، الموضوع فيه نور كمان ممكن ننورها. الموضوع طبعا بيتطور، التقمة اللي بقينا بنلبسها طبعا كل ده بيتطور. طبعا في تطور اكيد الحمد لله. برضه انا مثلت مصر في اكتر من دوله بره تبع وزاره الثقافه. طلعنا من خلال فرقه الحريه للفنون الشعبيه بقياده استاذ نصر الدين. مثلنا مصر في اكتر من دوله الحمد لله. طلعت الصين وطلعت الهند وطلعت بلغاريا، وكانت اخر سفريه لينا دي في بلغاريا، وان شاء الله لسه جاي كتير.